السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا متابعين؟ إن شاء الله بخير. واليوم راح نحضر مختصر مباراة الأهلي ضد الخليج. يلا نبدأ في المقطع ونشوف فين راح يفوز وكم. والمردود الرائع الذي يظهر في هذا الموسم لثالث أقوى خط هجوم في الدوري بعد النصر والهلال بالتساوي مع القادسية. النادي الأهلي ب 34 نقطة، خاطئة من الدفاع ورياض بتسديدة مرة رياض عند رياض، ولكن الدفاع تدخلوا بنظام الاحتراف بنظام المحترفين. 10 مباريات كان فيها أفضلية أهلاوية، لم يخسر الأهلي ضد الخليج. كرة أمامية، هذه خطيرة في اليسار، خطيرة لمصلحة الخليج من جانب ماسوراس، محاولة مرور أو باولو فرنانديز في القائم الثاني بالراس، خطيرة. هدف أول الخليج. نعم الله، ما أجمل اللقطة، عمل كبير جدا من جانب ماسوراس، جورجيوس ماسوراس. يا سلام على لقطة، يا سلام على انطلاقة، يا سلام على لعبة هجومية جميلة. كيسي بعد الخطر، طويلة في أقصى اليسار، قالينو على اليسار. الله، ما أجمل هذه اللقطة، الكنترول الأول، قالينو 1 على 1 مر، قالينو بتمريرة لكن الدفاع تدخل. على تنفيذ هذا الخطأ، رياض بكرة عرضية خطيرة بالراس ولكنها عدت. يا الله، يا إلهي على لقطة كانت قريبة جدا. الأهلي يستضيف الخليج في الشوط الأول. الشوط الأول نتابع فوز الخليج 1-0. يلا نكمل بالشوط الثاني. تمكن من خلاله أبناء الدانا من الوصول إلى الهدف الوحيد. محرز من الأول مر، أين المساندة؟ تأخرت التمريرة، وصل مجرشي إلى الكرة ولكن أمام أكثر من لاعب. مجرشي مر بروعة وكرة خطيرة. قالينو بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل. تانجا في الاستقبال في التمرير، ثم بعد ذلك تصل كرة بمجرشي. الله، الله على الكرة العرضية من غيره. توني يسجل التعادل بعد تمريرة من جانب علي مجرشي، وعودة أهلاوية لليسار في راس على اليسار إلى قالينو يلعب كرة عرضية خطيرة ومجرشي لكنها أقرب إلى الحارس. يا إلهي على لقطة الريمونتادا في هذا اللقاء. كرة لزكريا الدانا للخروج بأفضل نتيجة ممكنة في ظل ظروف بدنية صعبة أمام منافس قوي. قالينو بتسديدة. روعة الثاني لبطل آسيا النخبويين بتسديدة رائعة، وعودة إيمان توني. خطأ لتوني، كيسي على الجهة اليمنى، مجرشي صنع هدف، قالينو ساهم في هدف. أين أنت يا رياض على الجهة اليمنى، رياض بعودة باتجاه فرانك، كيسي بتمريرة نحو رياض، عرضية رائعة لتوني ولكن تسلل في اللقطة الماضية. يا إلهي على لقطة، ماذا قرر الحكم بعد العودة؟ إيمان توني. نعم، بعد العودة إلى المار أنهى الحكم هذا المشوار لنادي الخليج بقراره باحتساب هدف شرعي صحيح لإيمان توني ينفرد فيه ولو مؤقتا بالترتيب الثاني ويجعل فارق إلى 4 نقاط على المتصدر. ماذا عن قالينو؟ الرابع قالينو لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة. محاولة أهلاوية في ال5 دقائق وقل على نهاية المباراة على تنفيذها. رياض محرز مرة أخرى بكرة وانتظار بجانب زياد على الطائر لكن الكرة لا زالت. الرابع للنادي الأهلي، ريان يسجل. ريان بعد خطأ فادح من الدفاع، هدف أهلاوي.
الرابع. يا إلهي يا إلهي على لقطات شوط ثاني خيالي غير عادي يا أهلي، وانتفاضة حقيقية ورباعية في شوط واحد، وقلب النتيجة. أهلي لا يمكن إيقافه بنتيجة رائعة جدا في هذه المباراة. ميو مر، ميو عدى، ميو داخل منطقة الجزاء. يا الله. بعد اكتمال الوقت والأربع دقائق المضافة ينهي عبد الله العويدان حكم هذا اللقاء المباراة بانتصار كبير وثمين ورائع للنادي الأهلي. ألف مبروك، شكرا لفهد عتيبي على التعليق الرائع. ألف مبروك لنادي الأهلي، وهارد لك لنادي الخليج. تعوضوها في المباريات الجاية، ولا تنسوا دعمنا في اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وصلوا على حبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإخواننا في فلسطين اللهم انصرهم، اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم على القوم الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء.